صباح الخير. ما كنتش ناوية أصور الوصفة دي لأنها كيكة. يعني نفسي هفتني كده إن أنا أعمل كيكة عادية جدا بدون أي إضافات وبدون أي حاجة خالص. وفي الآخر قررت إن أنا هصورها. شايفين هشة كده وجميلة ولذيذة مع كوباية شاي. ودايما الكيكات اللي زي دي تبقى منقذة في حاجات كتيرة جدا. تعالوا نشوف المقادير. أنا عملت كله في الخلاط. كوباية سكر، حطيت عليها كوباية زبدة على زيت، يعني عملت ميكس بين الاتنين. النهاردة هعمل كله في الخلاط. ريحي نفسك، كبري دماغك، سيبك من اي قصص وحطي في الخلاط، شفشق الخلاط واضربي. هضرب الاول السكر مع الزبدة والزيت مع بعض شوية لحد ما يدوبوا ويديني يبقى عامل زي الكريمي كده. شايفين عامل ازاي؟ تمام. طبعا انا عندي 4 بيضات، طبعا مطلعهم من التلاجة ويبقوا لازم بدرجة حرارة الغرفة لان دي مهمة جدا على فكرة. وهنزل بال4 بيضات. انتي عايزة تحطي 5 اوكي حسب حجم البيض. هما دول مش كبار قوي بس انا اكتفيت ب4. انتوا عارفين ان البيض دلوقتي غالي. هنضرب برضو مع بعض. واول برضو المزيج يبقى كده متماسك وابتدى يلف مع نفسه، هحط الفانيليا. انا حاطه المره دي فانيليا سايله. وعليهم كوبايه حليب. برضو كوبايه الحليب تبقى بدرجه حراره الغرفه. وخدي بالك عشان دلوقتي احنا شتا، يعني لازم الحاجات تكون دافيه شويه. هضرب كل المكونات دي مع بعض وهنزل فيها بالبوله بتاعتي كده افضيها. هنزل كمان بربع معلقه ملح، مهم جدا طبعا، وكمان عليها معلقه خل. الملح عشان يحسن الطعم والخل عشان يديها لون كويس وهشاشة. وهقول لكم في الاخر في يعني مكون انا حطيته بيفرق جدا مع الكيك. انا حطيت حوالي 2.25 كوباية دقيق. يعني اللي انا بغرفه ده انا عارفة بعمل ايه. دول 2.25 كوباية. هجيب الباكيتة بتاعة الخميرة. انا حطيت 2 لان دي مش كبيرة. وهقلب كل المكونات. دول اخر شوية دقيق انا حطيتهم كده يبقوا 2.25 كوباية. دي معلقة كريم باستري. كريم باستري باودر. في ناس بتحط للكيكة نشا، انا ما بحطش الكلام ده. واحيانا ما بحطش برضو الباودر بتاع الباستري كريم. بس بتفرق كتير جدا وبتديها طعم حلو قوي قوي وهشاشة وعالية. يعني هتشوفوا اديكوا شفتوا في اول الفيديو شكل الكيكة عامل ازاي. طبعا انا مشغله الفرن من اول ما بدأت اعمل الكيكة، يعني من ساعة ما بدأت اجهز وانا شغلت الفرن. انا هعمل الكيكه بتاعتي في القالب بتاع التشيز كيك. ما انا بقول لكم النهارده عايزه اريح نفسي يعني. هنزل بالخليط بتاعي كله. طبعا انا الصينيه دهناها وحاطه ورق زبده من تحت. لو انتي القالب بتاعك ما بيلزقش او اي حاجه ادهني وخلاص. لكن انا قلبي ده للاسف بيلزق. بس كده خلاص كده يعني هخبطها خبطتين كده عشان اطلع منها الهواء. وهدخلها على الفرن ومش هفتح عليها الا بعد نص ساعة وابتدي اتابعها. وزي ما انتوا شايفين الشكل عامل ازاي، حاجة كده ترد الروح، حاجة زي الاسفنج كده. هخرجها من القالب بتاعها ونقطعها ونشرب معاها كوباية شاي، كوباية حليب، كوباية نسكافيه، ممكن كمان القهوة. وبالهنا والشفا. وما تنسوش، انا زعلانة منكم عشان انا حاسة ان يعني هجرتوا الصفحة شوية. اتمنى تدعموني بلايك وشير وتشاهدوا الفيديو.